مساء الخير لكل اصدقائي او صباح الخير حسب طبعا ما بتشوفوني. النهارده هنعمل وصفه خطيره لمحشي ورق العنب بطريقه جديده. في محشي ورق العنب اللي بيتعمل باللحمه، النهارده هنعمله بالفراخ بس بطعم خطير. يلا نشوف الفيديو مع بعض. وصفة النهاردة بقى خطيرة هتعجبكم جدا، وهو محشي ورق العنب بطريقة جديدة وسهلة وبسيطة وطعم جديد وخطير. بدل ما بنعمله باللحمة هنعمله النهاردة بالفراخ، بجد طعمه تحفة. يلا نشوف الطريقة مع بعض، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو عجبكم الفيديو. عندي حلة من المية هملاها وهغليها، وهنزل بعد كده بعصير ليمونتين ومعلقتين من الزيت. هجهز عندي ورق العنب اللي احنا كنا مفرزينه قبل كده، وهنزل بيه في الحله وهو مجمد كده. بطلعه من الفريزر وانزله على طول عشان يحتفظ باللون الاخضر بتاعه، مش بستنى عليه لغايه لما يسيح التلج، يا دوبك بس يبقى مجمد وانزل بيه في الميه المغليه وبطلعه على طول، وما بسيبهوش يغلي كتير علشان ورق العنب ما يتهراش. كده كده هو التلج بيبقى مسويه. بعمل الكميه كلها حوالي 350 جرام من ورق العنب، وطبعا ده ورق العنب اللي كنا مفرزينه قبل كده. بغطيه برضو علشان ما يسودش. بجهز بقى عندي 3 اوراق من الفراخ، ممكن اي جزء من الفرخة نعمله. بعد كده بحط بقى ملح وفلفل، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ، معلقه من الكاتشب، معلقه من المستردة، معلقه من الصوص الباربيكيو، وبقلبهم. وطبعا عصير البصل ما اقدرش استغنى عنه، دايما بعمل بيه الفراخ. كنت ناقعه الفراخ قبل كده في عصير البصل. بسيبهم بقى لغايه ما اجهز عندي حشوه المحشي. بجهز بقى معلقه من السمنه على شويه زيت وبصلايه كبيره، واحط بقى ملح وفلفل، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، كمون، كزبره، صماق. الحاجات دي بتدي طعم حلو قوي في المحشي. بجهز بقى حوالي 3 طماطمات واقطعهم قطع صغيره وبشوحهم دقيقتين. بجهز برضو مرقة من الخضار، ودي اختياري، ومعلقتين من الصلصة. مجرد بس يعني انا مش بسبك، يا دوبك بس تشويحة كده دقيقتين 3 وبطفي النار. وطبعا حطيت برضو التوم بيدي طعم حلو وطبعا مفيد للقلب. دايما بحب الاكلات يبقى فيها حاجات كده واضافات بتفيد الجسم في الصحة. بركنهم بقى على جنب. بجهز عندي بقى الفراخ وبحمرها معلقة من السمنة على الجريل اللي مش بيلزق طبعا، وببتدي اشوحها كده مجرد بس تاخد لون. انا مش عايزاها انها تستوي قوي، مش محتاجة انها تكون مستوية جامد، وبعلي النار علشان ما تنزلش المية بتاعتها وتحتفظ بالمية بتاعتها. اول ما تاخد لون برفعها من على النار. بجهز بقى عندي بعد كده الحشوة او الصلصة بتاع اللي احنا جهزناها، وبحطها على 3 كوبايات من الرز يكون منقوع لمدة ساعتين، وبصفي المية بتاعته. وبضيف كمان شبت وبقدونس وبقلب عندي الخليط. بحط كمان معلقتين من الزيت يدي لمعة للرز. بجهز عندي حلة تكون مناسبة على مقاس الفراخ اللي انا مجهزاها، وبفرشها بورق العنب. وبعد كده بحط عندي الفراخ. بجهز بقى المحشي وببتدي احشيه، والاماكن الفارغه دي بحط فيها، بملى فيها برضو المحشي الاول. ببتدي بقى الحشو بطريقه سهله بسيطه. بحط كميه مناسبه على ورقه المحشي، وببتدي اقفله من الجناب وبضغط عليه وانا بلفه. الطريقه دي اسهل طريقه، ما بتخليش طبعا الرز يطلع منه، بتطلع سهله وبسيطه. وبكمل بقى بقية الكمية لغاية ما اخلص الحلة بحالها. بجهز بقى عندي التشريبة بتاعته. ممكن نحط شوربة على يعني لغاية ما الحلة تتملى كده، وبهزها كده علشان الشوربة تنزل تحت. او ممكن نحط لو ما فيش شوربة بنحط معلقة من الصلصة مع على قد بقى الرز 3 كوبايات من المية. وببتدي اغطي بقى بورق عنب وبعصير ليمونة من فوق، وبغطي بطبق مناسب وبحطه على النار حوالي نص ساعة ويكون عندي كده استوى. وطبعا بغطيه، وطبعا بقفل برضو عليه من فوق علشان الجزء المحشي اللي من فوق ده ما يسمرش. بحط برضو ورق من فوق كده
زي ما انتوا شايفين الجزء اللي فوق ده اسمر من الهواء اتأكسد، فعشان نحافظ على المحشي الطبقة اللي من فوق ما تسمرش بنحط ورق العنب ده. عندي كده استوى وبقى لذيذ، واستنيته يبرد شوية، وبعد كده بقى قلبته في طبق يكون كبير. طالع تحفة وطعمه خطير بجد، هيعجبكم، وطعم جديد لورق العنب، وطعم الفراخ بقى مستوية زي الزبدة كده. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. باي باي.